النهارده هنتكلم على ثالث مرحله واخر مرحله في التضخيم او زياده الكتله العضليه، وهي الراحه او الريكفري. لو قلنا اول حاجه في مرحله التضخيم هي التدريب وطريقه التدريب وكثافه التدريب بتاعك، ورقم 2 في مرحله التضخيم هي التغذيه السليمه والتغذيه الصحيه الرياضيه، وثالث مرحله هي الريكفري اللي هنتكلم عليه النهارده. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان انت اصلا عضلاتك بتكبر وانت مريح مش وانت بتتمرن. يعني زي ما كنا بنتكلم على اول مرحله اللي هي تدريب، وانت بتتمرن العضلات او الفايبرز بتاعت العضلات بتبتدي تتقطع تقطيعات صغيره. بعد كده لما تبتدي ترتاح بتبتدي تهيل او بتبتدي تعمل ريكفري، هنا العضلات بتكبر. ففي وقت الراحه العضلات بتعمل هيلينج او بتعمل زي عمليه تصليح للتقطيعات اللي حصلت دي، وبعد كده العضله الجديده بتبتدي تتكون والفايبرز بتبتدي تكبر. تاني حاجة الهرمونات اللي بتفرز المسؤولة عن عملية التضخيم أو زيادة الحجم العضلي، هي بتفرز وانت نايم زي الجي اتش والتستوستيرون. فالحاجات دي بتفرز أصلا وانت نايم وبتبتدي تدخل في عضلاتك وانت نايم، فعشان كده لازم ترتاح كويس جدا. الحاجة التالتة ان التدريب الزيادة جدا من غير راحة بيحفز هرمون اسمه كورتيزول. الكورتيزول ده كاتابوليك مش انابوليك. يعني ايه كاتابوليك؟ يعني هرمون هدام بيبتدي يكسر في العضلات والفايبرز بتاعت العضلات بتاعتك. الحاجة الرابعة هي النوم، تنام كويس. لازم يبقى فيه كواليتي للنوم، لازم النوم بتاعك يبقى كويس. تنام بالليل، ما تنامليش الفجر او تنام الصبح وتعتبر ان ده نوم صحي، لا. النوم الصحي بيبقى بالليل وتنام من 7 ل 9 ساعات. زي ما قلنا النوم ده هو اللي بيحفز الهرمونات البناءة اللي بتدخل في العضلات، ودي اللي بتخلي العضلات تكبر. خامس حاجة الراحة، لازم العضلة نفسها ترتاح. يعني ما ينفعش النهاردة مثلا تتمرن ظهر وتقوم بكرة لاعب بايسبس، ولو ان البايسبس هي اصلا شغاله مع الظهر وهي اللي بتخليك تقدر تحمل في الظهر، فانت كده ما ريحتش العضله. فلازم تبقى حاسب في دماغك ان العضله تقريبا ترتاح على الاقل 48 ساعه. النهارده مثلا لعبت بول، فانا لعبت كل الحاجات اللي فيها شد، فانا شغلت البايسبس وشغلت الظهر. لما اريح بكره واجي بعد بكره العب بوش اللي هي الحاجات اللي فيها الصدر والاكتاف والترايسبس، يبقى انا كده ريحت يومين، ريحت تقريبا 48 ساعه. فالبوش بول ليج في حسبته سهل شويه عن بقيه الجداول في الراحه. حاجه كمان الاكتيف ريكفري. الريكفري احنا عارفين ان النوم والراحه والريست دي حاجات مهمه جدا ولا غنى عنها، ولكن في حاجه اسمها اكتيف ريكفري اللي هي الموبيليتي والستريتشز اللي بعد وقبل التمرين. التسخين مهم جدا، استرتشات مهمه جدا، موبيليتي مهمه جدا. الاسترتشات دي مهمه جدا ان هي بتمد العضله وبتطول الانسجه بتاعتها، فبتخليها تاخد اداء احسن وهي بتكبر، وبتسهل عمليه تكبير العضلات كمان. اخر حاجه هي ان في علامات بتدل ان انت الريكفري اللي انت بتعمله او الريست اللي انت بتاخده والنوم اللي انت بتاخده مش كافي. لو عندك ارق، عندك مشكله في النوم، على طول تعبان، مش قادر تتمرن، دخلت في مرحله البلاتو ان انت بتتمرن وممكن تعمل مجهود ولكن انت وزنك ثابت، عضلاتك ثابته، مفيش اي تحسن، هنا لازم تاخد بريك محترم. خد بريك اسبوع، خد بريك اسبوعين من التدريب وكل فيهم كويس، واظبط البروتين بتاعك واظبط نومك واظبط راحتك. بعد كده تبتدي ترجع، هتلاقيك اكتف وهتلاقيك نشيط وهتلاقي فيه تحسن كبير قوي في البناء العضلي بتاعك.